تخيل معايا شاب محكوم عليه بالإعدام وجربوا يعدموه كتير، لكن كل مرة عملية تنفيذ حكم الإعدام بتفشل، فبيحكموا عليه إنه يروح للعالم السفلي، وده عشان يجيب لهم من هناك حاجة اسمها إكسير الحياة، ودي حاجة بتخلي أي حد يشرب منها يبقى خالد. ويا ريت ما تنساش قبل ما نبدأ تذكر الله وتصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدايتنا النهاردة مع واحد اسمه غبي مارو، واللي بيكون محكوم عليه بالإعدام، وده بسبب إنه قتل ناس كتير جدا لدرجة إنه مش عارف عددهم، لكن لما جه وقت تنفيذ حكم الإعدام حاولوا يقتلوه بالسيف أكتر من مرة لدرجة إن السيف اتكسر ورقبته ما حصلش فيها خدش واحد، وفشلت عملية تنفيذ الحكم. وبيكون غبي مارو حزين وشايف إنه يستاهل الموت ومش عارف اللي مخليه ما بيموتش. وبعدها بيظهر وهو في زنزانة، وفي واحدة بتاخد أقواله وبتسجلها في الدفتر بتاعها، وحكيت له عن كيشينوبي من قرية إيواغاكوري المشهورة، واللي هناك بيعلموا الأطفال من الصغر مهارات الاغتيال، ورغم إن في عدد منكم كبير بيموت لكن اللي بيكمل للآخر بيكون عنده قدرات خارقة زيك كده لما السيف ما بيأثرش معاك. فقال لها إنه كان مستسلم وما حاولش حتى يستخدم النينجستو بتاعته، وقال لها يا ريت تقتلوني فعلا. ولما جم يحاولوا يقتلوه عن طريق النار، واللي تعتبر أصعب عملية إعدام، ومن كتر ما هي مؤلمة بيضربوا المتهم بالرمح قبل ما يحرقوه، لكن الرمح بيتكسر، ولما النار بتيجي على جسمه فترة طويلة ما بيحصلوش أي حاجة. وبتسأله عن أبوه وأمه، فقال لها إنه ما شافهمش، لكن سمع إنهم اتقتلوا على إيد شيخ القرية وهو طفل ومش عارف السبب. وبعدها بنروح لمحاولة الإعدام اللي بعدها، واللي بتكون عبارة عن سورين مربوطين بأحبال، وكل حبل فيهم في رجل المتهم، وبيخلوا الطور الأول يجري في اتجاه والطور التاني في اتجاه، والمفروض إن في اللحظة دي جسم المتهم يتقطع لجزئين، لكن لما حاولوا ينفذوا الطريقة دي مع غبي مارو الطورين وقعوا جنبه. وراحت له البنت وسألته أنت اتقبض عليك إزاي؟ فقال لها بسبب إنه هرب من قريته، والقوانين هناك بتمنع أي حد من الخروج من القرية. فسألته طب وأنت هربت منها ليه؟ فما كانش عاوز يقول لها، وقال لها إنها حاجة مش مهمة، لكنها كانت مصرة إنها تعرف القصة. فحكى لها إنه مع الوقت كان أفضل واحد في القرية وبقى قريب من شيخ القبيلة لحد ما اتجوزت بنته، لكن اكتشفت بعد الجواز إنها غبية وساذجة فزهقت منها. ولما اتعرض على شيخ القبيلة عصى أوامره بسببها وقبضوا عليه، فقرر إنه لازم يمشي من القرية كلها، ودي كانت بداية المشاكل. وبعدها في واحد راح للبنت دي وقال لها بلاش تتورطي معاه لأنك ما تعرفيش عنه حاجة، وقرر يحكي لها كل حاجة عن غبي مارو، وقال لها إن جسمه أجوف يعني ما فيهوش دم أو دموع، وقال لها إنه قتل أكتر من 20 شخص. عرفنا الكلام ده لما اتقبض عليه، وقال لها إن هو وقبيلته بيستخدموا إكسير الحياة واللي اسمه شينسينكيو. وبعدين راحت له الزنزانة وقالت له رغم إن أنت قلت إنك عاوز تموت بس حسيتك بتقاوم في الإعدام الأخير، فقال لها إنه هيحاول يموت في الإعدام بتاع بكرة، واللي بيكون عبارة عن إنهم بيغطوا المتهم بالزيت وبيخلوه يعدي من النار، ودرجة الحرارة بتوصل ل 360 درجة مئوية، لكن برضه بيقدر غبي مارو يعدي منها سليم. وبيفضل يسأل نفسه ليه الحياة متمسكة بيه للدرجة دي. وبعدين البنت قالت للقاضي إنهم جهزوا الطريقة الجديدة وبياخدوه كلهم لأوضة موجود فيها بنت، وبيقولوا على البنت دي إنها مختبرة السيوف الجلادة يامادا أسايمون، واللي بيكون ده اسم عيلتها التجارية رونين، واللي مشهورين بإنهم جلادين من سنين. وقالت له إنها جاية له مخصوص، وده بعد ما بلغوها إن مفيش ولا طريقة إعدام نافعة معاه. ولما غبي مارو شافها اتخض وتخيل نفسه ورقبته وهي مقطوعة، وعلى طول كسر الكلبشات الخشب اللي في إيده، ولما هجمت عليه هرب منها. فسألته ليه بتهرب؟ مش كنت عاوز تموت؟ فجري خد سيف من واحد من اللي واقفين وهجم عليها. فقالت له انت اكيد متمسك بالحياة بسبب انك لسه بتحب مراتك. وقالت له انا شفت ناس كتير زيك لما بتيجي عليهم لحظة الموت في اللي بيتصنع الشجاعة وكأن الموت مش همه، وفي ناس تانية بتنهار وبتتوسل للجلادين عشان ما يموتوش، وفي ناس تالتة بتكذب على نفسها وانها خلاص بقت راضية بالموت، وانت من النوع التالت لكن لسه عاوز تعيش علشان مراتك. ففضل يهجم عليها وهو متعصب وبيقول لها انت ما تعرفيش اي حاجة عن الحياة اللي انا عشتها، وفضل يحاول يضربها وبيقول انا حاولت كتير اكون انسان طبيعي بس ما قدرتش، انا انسان قاسي القلب وبقتل في الناس. وقال لها انه قرر يعتزل عمليات الاغتيالات وكان عاوز يعيش مع مراته في هدوء وسلام، لكن شيخ القبيلة ما وافقش وخد مراته وكان عاوز يقتله، فخرجت له عفو شامل وقالت له العفو ده بيوقع كل التهم من عليك وبيديك حماية الشغن ومحدش ساعتها هيعرف يقبض عليك. لكن وقالت له هي عبارة عن ارض مليانة خصوبة وفرح وموجودة ناحية الجنوب الغربي ورا مملكة ريوكيو، وقالت له انه مكان جميل وبيقولوا انه موجود فيه اكسير الخلود، والشغن بعتت فصيلة تدور عليه هناك، لكن للاسف ما رجعوش من هناك الا وهم جثث في قوارب وكان حواليهم مجموعة ورود ملونة. ومن وقتها قرر الزعيم اي حد محكوم عليه بالاعدام يروح هناك، ولو رجع باكسير الخلود هياخد العفو الرسمي. وقالت له انها وهي جاية هنا سمعت اخبار عن مراته وانها قفلت بيتها على نفسها وما بتكلمش حد من ساعة ما اتقبض عليك، فلو عايز حياة جديدة عشان ترجع لها لازم تروح العالم السفلي. فقال لها القاضي انه مش هيسيبه يمشي ولازم يقتله.
يقتله. ولما قالت له ان ده امر من الشغن قال لها مش مهم، ولو اتدخلتي هتموتي معاه انت كمان. لكن غابيمارو شغل قوه النينجستو وقتل كل اللي موجودين ما عدا القاضي، وبعدين قال لها انه موافق على العرض وانه هيجيب لها الاكسير وياخد العفو، وده لانه عايز يرجع لمراته. وبعدها بنرجع ليامادا واللي بتحكي قصتها من اول ما اتعلمت ازاي تنفذ حكم الاعدام، وده بعد ما كانت بتشوف ابوها بيقدر يعمل كده بكل سهوله، كان بينفذ الاحكام من غير اي خوف او تردد. ولما كبرت ومع اول تنفيذ حكم اعدام ليها كان الخوف بيكون متملك منها، فقالوا لها ان بسبب خوفك ده ممكن يفضل المتهم يتألم حتى بعد تنفيذ الاعدام، وبتفضل تحس ان المتهمين دول بيمسكوا فيها بعد ما يموتوا، وساعات بتشوف وشهم على السيف رغم انها ما شافتش وشهم اصلا لانهم بيكونوا متغميين، لحد ما بدأت تتطور كل فتره. فضلت تتطور لحد ما بقت محترفه، لكن لسه بيكون في شويه خوف جواها. وبعدين بنروح على شاطئ البحر وبيكونوا مجمعين مجموعه من اللي محكوم عليهم بالاعدام، وده عشان يروحوا العالم السفلي. وبيقول لهم ان اللي قدامكم ده هو السي اي تاي شوغان، وبيقول لهم انتم محظوظين انكم بقيتم في مكان هو موجود فيه، لكن الحرس بتاعه بيكونوا قلقانين، وده بسبب انهم جمعوا ناس كتير من المجرمين واللي محكوم عليهم بالاعدام جمعوهم في نفس المكان. وبيكون واحد فيهم اسمه تانيو سكيتشي واللي محكوم عليه بالاعدام بسبب انه قتل 30 شخص. ولما بيأكدوا عليهم تفاصيل المهمه والعفو الرسمي بيفضل واحد اسمه اداتشي يضحك وبيقول انه لما ياخد العفو هيكون عنده فرصه يقتل ناس تاني. وبيكون اداتشي ده قتل مجموعه كبيره من النساء والاطفال، وكان بيعمل كده من باب المتعه مش اكتر. وبعدين بداوا يعرفوهم عن العالم السفلي وقالوا لهم انه حاشا لله شبه الجنه، وطلبوا منهم يشيلوا القناع اللي على وشهم، ووروهم الراجل الوحيد اللي رجع عايش من هناك وجسمه مليان مناطق سوداء لكن بيخرج منها ورود بالوان مختلفه. وقالوا لهم احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل هناك فعليا، واخر 60 شخص راحوا هناك ما رجعوش تاني. فبداوا يقولوا احنا مش عاوزين نروح، وايش ضمننا اساسا ان احنا لو رحنا هنلاقي الاكسير. وواحد فيهم قام وقرر يمشي وقال لهم انا هموت احسن ما اروح هناك. وعلى طول واحده قربت منه وذبحته بسيفها، والمتحدث الرسمي قال لهم انتوا كده كده محكوم عليكم بالاعدام وقدامكم حلين، تموتوا دلوقتي او تخاطروا وتروحوا العالم السفلي. وقال لهم كمان ان هيكون عليكم مراقبين هناك ولو عملتوا اي غلطه هتموتوا. وقالوا لهم كمان لو المراقبين بتوعكم ماتوا لاي سبب من الاسباب مش هتقدروا ترجعوا بقارب العوده وهتموتوا هناك، يعني حياه المراقبين اللي عليكم لازم تحافظوا عليهم غصب عنكم. وفي الاخر قالوا لهم ان عدد القوارب قليل ولازم تقللوا العدد بتاعكم. فبداوا كلهم يهجموا على بعض وللاسف مات منهم كتير. وبيكون زعيم الشغن مبسوط وده لانه بيتفرج على معركه قتال حتى الموت، وبيسال المساعد بتاعه اذا كان حد منهم معاه الختم الاحمر، وبيكون الختم الاحمر ده للناس اللي عندها قدرات خارقه. فبدا يقول له على كذا واحد واللي يعتبروا من اقوى المجرمين اللي موجودين هنا، ومنهم البنت اللي اسمها كونوتشي واللي قدرت تقتل كل خدم القلعه، وكمان الراجل الضخم اللي بيقدر ياكل الدببه. بس قال له ان اقوى واحد فيهم والاشهر كمان هو غابيمارو الاجوف، لكن لما بيبصوا عليه بيلاقوه واقف مكانه وما هجمش على اي حد ولا اي حد يقدر يهجم عليه. وبنروح لواحد اسمه ايزندونو واللي بيقول لصغيري انها مش كفء للمهمه دي ومش عارف ليه اساسا دخلت نفسها في كل ده، وانها المفروض تعيش معززه مكرمه في القصر بتاعها، لكنها قالت له ان مش بايدها اي حاجه، وحكت له ان من وهي صغيره الاطفال كانوا بيجروا وراها وبيحدفوها بالطوب، وده بسبب ان ابوها كان جلاد فاضطرت تاخد نفس الطريق لان دي الحاجه الوحيده اللي عيلتها بتعملها عشان يكسبوا فلوس. وفجاه شافت 3 بيهجموا عليها عشان ياخدوا منها السيف، وده عشان يقتلوا بيه المجرمين، فوقفت بشجاعه وقتلتهم، وده عشان تثبت لايزندونو انها قد المهمه. لكن بعدها اتفاجئت بغابيمارو وهو بيقول للزعيم يشوف طريقه تانية يحدد بيها مين اللي هيروح احسن ما يقتلوا بعض بالشكل ده. لكن حرس الزعيم قالوا له انت ازاي تتجرأ وتقول للزعيم يعمل ايه وما يعملش ايه، وقالوا لباقي المجرمين اللي هيقتل الراجل ده هيروح للعالم السفلي مباشره. ولما واحد مسك حجر وعاوز يقتله فقال له انا مش عاوز اقتل حد لكن انتوا اللي ارغمتوني، وبدأ يهجم عليهم واحد ورا التاني ويقتل فيهم، وقتل اكتر من 15 واحد لدرجة ان حرس الزعيم والزعيم نفسه خافوا وقالوا عليه انه وحش خطير. وبدأ المساعد بتاع الزعيم يوقف المعركة وقال لهم انتوا كده 10 وكلكم هتروحوا العالم السفلي، وقال لهم انتوا يعتبر رايحين حاجة كده حاشا لله شبه الجنة وما تخافوش من اي حاجة، بس الاهم انكم ترجعوا باكسير الحياة. وبدأ غابيمارو يفتكر لما حاول يقتل شيخ القبيلة بتاعته وبعد اكتر من 10 ضربات و5 اسهم ما ماتش برضه، وهنا اتأكد انه خالد وعرف بعدها انه خد علاج من فتره طويله وهو اللي خلاه ما بيموتش. ولما وصلوا العالم السفلي صغيري اتكلمت وقال انه متاكد ان الاكسير ده موجود هنا لانه شاف بعينه اللي حصل لايوا غاكوري، وبعدها بيكونوا مبهورين من الشكل الجمالي اللي في المكان، وبيقول لها انا ما شفتش اجمل من المكان ده، وقرر يقطع الحبل اللي موجود في ايده. لكن صغيري قالت له انه لازم يربط الحبل تاني لان دي قواعد شغن، فقال لها امال هدور ازاي على الاكسير، ازاي هدور وايدي مربوطه؟ فعلى طول هددته بالسيف وقالت له خلي بالك انا جلاده مش الحليفه بتاعتك، فقرر انه يربط
ايده تاني، وقال لها انا موافق على اي حاجه قصاد اني ارجع لمراتي تاني. لكن وهي بتربط ايده بيتخبط بحجر ضخم وبيرميه بعيد، وبيكون اللي ضربه واحد اسمه كوين، وبيكون محكوم عليه بالاعدام هو كمان، وجاي العالم السفلي لنفس الغرض. وبيكون كوين كان راهب محارب لحد ما بدا يعشق الاسلحه والسيوف، وبدا يقتل في كل المحاربين وياخد منهم الاسلحه. وبعدها قال للغبيمارو انت شكلك قوي زي ما بيتحكي عنك، وقال له بس انا هقتلك وهقتل كل المجرمين، وده عشان اقدر ادور على اكسير براحتي. فقال له انت كده بتضيع وقت، احنا لازم نركز على هدفنا. لكن كوين كان مصمم ومجهز كل السيوف بتاعته عشان يقتل غبيمارو، ورغم ان غبيمارو مش عاوز يقتله عشان مراته ما تزعلش، بس قال له انا هقتلك عشان انجز الوقت. وبيكون كوين ايده مش مربوطه، وده بسبب ان المشرف بتاع كيش ودونو قرر يتساهل معاه. لكن صغيري قالت له لازم تربط الحبل بتاع ايدك، واضطر يحارب كوين وهو مربوط. وبعدها هجم عليه وضربه، والاسلحه كلها وقعت منه، فاستخدم رجله وضرب الرمح في بطنه. لكن بيقدر كوين يقوم تاني، وقال له ان المعركه لسه ما انتهتش. لكن غبيمارو قدر يوقعه على الارض ويقتله، قتله بكل الاسلحه بتاعته. وبيقرب منه كيش ودونو وبيقطع راسه، وبياخدها وبيقول للصغيري ان مهمته انتهت، وهياخد راس كوين يسلمها ويرجع بيته. وبينصحها قبل ما يمشي من العالم السفلي، وبيقول لها في اقل من يوم ونص المجرمين هيموتوا ومعاهم المشرفين، وكويس اني خلصت المهمه دي بدري. وكمان بيقول لها ان جماعه الايوا غاكوري ممكن توصل العالم السفلي، ولو وصلت كل حاجه هتنتهي، والمهمه كلها مش هيبقى ليها اي لازمه. وفي نفس الوقت بنروح للمشرف تاميشي، واللي بيكون مع المجرم روكورتا، واللي اول ما بينزلوا من القارب بيهجم عليه وبيقتله. وبنرجع لصغيري واللي بتفكر في كلام كيشو، وفجاه بتلاقي غبيمارو بيهجم عليها، لكن بتعرف تنقذ نفسها منه. وسالته انت بتعمل ايه؟ فقال لها كنت عاوز اقتلك من غير الم. وبعدها بيفضلوا يحاربوا بعض بالسيوف، وبتقول له صغيري ان قتلها يعتبر مخالفه للقانون. فقال لها ان اولويته انه يلاقي الاكسير، وقال لها انه مفيش بينه وبينها اي حاجه، وقال لها المشكله بس انك عائق بالنسبه لي. وبيكون قدامه كذا فرصه انه يقتلها لكن بيتردد، وهي كمان نفس الكلام، وما بيكونوش عارفين مالهم. وبيفضل يفتكر كلام مراته لما قالت له ان المفروض ما يكونش عاوز يقتل حد، وقالت له انا هكون معاك في اي خطه، بس ده مقابل انك توقف القتل حتى لو هنسيب القريه. وبعدها بيحاول يقتلها تاني، لكن كل مره بيقف في اخر لحظه من غير سبب، لحد ما بيقدر يكسر السيف بتاعها وبيوقعها على الارض، وبيجهز سيفه عشان يقتلها. لكن بيحس باحساس غريب، مش قادر يقتلها، وبيحس كأن مراته بتمنعه. وهنا بتفهم صغير انه مش اجوف زي ما الناس بتقول، لكن هو شخص عنده مشاعر. لكن البيئه اللي كان عايش فيها هي السبب في اللي وصل له لحد دلوقتي. وبيبدا يعيط لاول مره، وبيقول انا ازاي بالضعف ده ومش قادر اقتلها، انا كده مش هشوف مراتي تاني. فقالت له صغير وهي بتقفل السيف ان ده مش ضعف، دي بذره القوه اللي بتبدا تنمو جواك. وقالت له في الطبيعي المفروض اني اعدمك، لكن مش هعمل كده لاني حسيت انك ما بقتش نفس الشخص اللي كنت عليه. وقالت له انا عاوزاك تكمل المهمه عشان تقدر ترجع لحياتك القديمه. وفي نفس الوقت بيكون في واحد من المشرفين ماشي، وبيكون معاه واحد من المجرمين، وجت حشره غريبه قرصته في ايده، وبعد لحظه خد باله انها حشره بوش انسان بشري. وبيفتكر الراجل اللي رجع من هنا وكان جسمه كله ورود، وبيبص على ايده فبيلاقي قرصه الحشره، وساعتها بيقطع كف ايده بسرعه. وبعدها لقوا جيش من الحشرات والحيوانات، حشرات وحيوانات غريبه، وكمان ظهر وراهم وحش ضخم. ونفس الكلام بيحصل مع غابيمارو وصغيري. وبعدها بنروح لواحد اسمه تاميا، واللي بيحكي قصته مع واحد اسمه تاتسومي، واللي بيكون زعيم قبيله، وكان رايح يشتغل عنده مقابل السكن والاكل. لكن تاتسومي استهتر بقوته، فقرر تاميا انه يوري له قوته الحقيقيه، وكسر له البوابه بتاعه القصر. بس بعد كده القبيله بدات تطارده في كل مكان، وحكموا عليه بالاعدام. وعشان كده هو موجود ضمن ال10 المجرمين اللي بيدوروا على الاكسير. وبيكون المشرف بتاعه اسمه يامادا اسيمن، واللي بيكون من عشيره يامادا، واللي مشهورين بقتل المجرمين. فبيقول له انت بتكسب كتير من الشغلانه دي، وبيتريق عليه. فاتضايق يامادا وخرج السيف بتاعه وكان هيقتله، وقال له اوعى تتريق على عيلتي مره تانية، لان احنا مش بس بنقتل المجرمين اللي زيك، احنا كمان بنختبر السيوف وبنصنع الادويه وبنشرح الجثث عشان نعمل ابحاث تفيد البشريه، يعني مش زي امثالك اللي بيسببوا الخراب في البلد. وقال له لو قلت كلمه زي دي تاني هقتلك فورا. فاعتذر وبعدها كمل طريقه، وقال له انا مش هدور على الاكسير غير لما اقتل كل المجرمين، لازم اقتلهم عشان ادور عليه براحتي. لكن فجاه بيبدا يلاقي كل الوحوش حواليه، وخلاص بقى متحاصر. وبنرجع مره تانية لغابيمارو وصغيري، واللي بيكونوا برضه محاصرين من الوحوش. وبيقول لها غابيمارو انها لازم ترجع لورا وتسيبه يواجه لوحده. واول وحش بيواجهه بيكون شبه السمكه، لكن بيكون قوي جدا، ولما بيحاول غابيمارو يقتله فالسمكه بتمسكه وبتوقعه على الارض. وبعدين بيفتكر قانون الشنوبي الخامس، واللي بيقول ما ينفعش تقاتل اي عدو انت ما تعرفش عنه حاجه. ولما لقوا نفسهم متحاصرين من كل مكان قرر غابيمارو انه يشغل قوته الخارقه، قوه النينجستو، وبدا يهجم على كل الوحوش واحد ورا التاني، وبيمسك راسهم وبيستخدم اللهب النسك وبيقتلهم. وما كانش فيه اي حاجه في دماغه بيفكر فيها غير انه بس كان عاوز يخلص المهمه ويخرج من المكان الدموي ده ويرجع لمراته. لكن فجاه بيظهر من ظهره وحش وبيهجم على صغيري، وبيكون غابيمارو متردد ينقذها ولا يركز في الوحوش. لكن في الاخر قرر يقطع ايد الوحش وينقذها، وقبل ما الوحش يقتله بايده التانيه بيتدخل واحد اسمه غينجي وبيقتل الوحش. ولما بيشوفوهم بيلاقوا ان المجرمه يوز هي اللي انقذتهم، وبيتفاجئوا
بيتفاجئوا لما بيلاقوا معاهم 2 مشرفين. فرد عليه غينجي وقال له ان هو كان معاه مجرم اسمه ماكيا، لكن هي اغوته ومات. ومن الوقت ده قررت اني انا افضل معاها. ولما حاولت تغوي غابيمارو هجم عليها وقعها على الارض وقال لها العلاقات دي ما بتفرقش معايا لان انا مش بهتم باي واحده غير مراتي، وعرضت عليه انهم يمشوا كلهم سوا وانهم بكده هيساعدوا بعض. فما كانش غابيمارو موافق وقال لها وانا هستفيد ايه لما اروح معاكي، وكده كده العفو واحد بس اللي هياخده، ومعنى كده ان احنا لازم نخون بعض في الاخر. فقالت له انا محتاجه قوتك وانت محتاج المعلومات اللي معايا، فاحنا لو اتحدنا اكيد هنفيد بعض كتير. وبدات تقول له ان الوحوش مش اخطر حاجه في العالم السفلي، انما الخطير فعلا هم الحشرات اللي عندهم وش انسان، وانها دايما بتكون حوالين الوحوش وتصرفاتها مريبه وسلوكها غريب، وان جواها مواد مهلوسه وسم. فسالها انت عرفت الكلام ده كله منين؟ فقالت له ان هي لما قابلت ماكيا اقنعته ان هم لازم يجربوا تاثير الحشرات دي عليهم، وساعتها ربطته في شجره وبدات تراقب كل حشره وسلوكها وبتهاجم ازاي والسم اللي جواها بيعمل ايه. وفي كمان نوع من الحشرات ما بيهاجمش حد الا لو قرب منه. وبعدها بيقول سينتا ان اشكال الوحوش دي شبه تصاميم من الديانه البوذيه والطاويه، ورغم ان الديانتين ما لهمش علاقه ببعض الا ان في كائنات هنا مزيج بين شكل الديانتين. وقالت له يوز انهم لازم يتحدوا مع بعض وهي هتقول لهم كل المعلومات اللي هي عارفاها. فقال لها غابيمارو للدرجه دي يائسه ان انت تفضلي عايشه؟ فقالت له ان هي سايبه اختها الصغيره واللي عندها مرض عضال ومش قادره على تكاليف الدواء، ومن ساعتها بدات تكون قاتله محترفه. لكن غابيمارو قاطعها وقال لها انت بتكدبي. فضحكت وقالت له انت عرفت ازاي؟ فقالت له السبب اللي عاوز اعيش علشانه شخصي ومش هينفع اقوله لك، وكمان مش عاوز اموت وانا في عز شبابي. فسالها ايه اللي حصل لماكيا؟ فقالت له زي ما قلت لك، بس لو هتفضل تهتم بحياه الناس ده هيتسبب في موتك انت. وبعدها بنروح لصغيري واللي بتكون بدات تدوخ وبتفكر في اللي حصل، وان هي ما قدرتش تدافع عن نفسها بالطريقه اللي كانت في دماغها، وانها كانت مفكره نفسها قويه جدا. لكن في نص المعركه حست ان هي تايهه وما بقتش عارفه ايه اللي جابها هنا اساسا. وبعد كده اغمى عليها. وبعد كده بنروح لريهو واللي بتفتكر قصتها هي واخوها ده كان مسجون، وقدرت ان هي تخش عشيره يامادا وبقت واحده من الجلادين بتوعها في وقت قليل جدا. وفي يوم من الايام دخلت السجن بتاعه بالليل وهربته، وبعدها بيفتكروا القبيله بتاعتهم بعد ما اتفككت، واللي اتفككت بسبب الخيانه، وكمان بعد موت امهم واعدام ابوهم، وده بسبب انه انتقم لسيده. فبقوا مشردين في الشوارع ومش قدامهم اي حاجه غير انهم يشحتوا، لكن حتى دي ما قدروش عليها لانهم ما سلموش من العصابات اللي بداوا يهجموا عليهم لحد ما اتحكم عليه بالاعدام. وقرروا يدوله فرصه عشان يدور على اكسير الحياه. وبعدها راحوا العالم السفلي وبداوا يشوفوا كل الوحوش دي، وبدا اخوها يقتلهم واحد ورا التاني لحد ما بقوا كتير جدا، وقال لها احنا لازم نعدي من وسطهم. لكن وهم بيهربوا واحد من الوحوش مسك شعرها، فاضطر اخوها انه يكمل هروب، وفكرت ان هو سابها ومشي، فلفت وقتلت الوحش بالسيف. ولما واحد تاني جه يهجم عليها لقيت اخوها رجع ومعاه سلاح اكبر، وقال لها انه كان بيجيب السلاح اللي هيقدر يقتلهم بيه. لكن بعدها بيتجمع عليه مجموعه من الوحوش وبداوا يتكلموا ويقولوا له ان القتل ذنب خطير ولازم تموت علشانه. لكن بيكون اخوها زهق من الاحكام اللي كل شويه بيقولوها له وبقى متعصب جدا وبيهجم عليهم. هجم عليهم واحد واحد لحد ما قتلهم، وقال لها احنا لازم نلاقي اكسير الحياه ولازم نشرب منه عشان ما حدش يهددنا مره تانيه. وبنرجع لغابيمارو واللي بيكونوا ماشيين في العالم السفلي وشايلين صغيري المغمى عليها. وبعدها بتفوق صغيري وبتسال غينجي هي فين وايه اللي حصل، فقال لها ان هي اتسممت من حشرات كانت جنب الوحوش وكان مغمى عليها، وقال لها ان هي لازم تستريح، لكنها كانت قلقانه وقامت تشوف غابيمارو اذا كان موجود ولا لا. لكن لقيته قاعد بيعمل الاكل وسينتا بيخيط الهدوم ويوز بتراقب المكان. وبعدها بيقول لهم غابيمارو ان احنا لازم نتفق، لازم نشوف هنعمل ايه وهنتحرك ازاي. واقترح عليهم غينجي انهم يفكروا ويتكلموا وهم بياكلوا، لكن الاكل ما بيكونش عاجب يوز. فقال لها غابيمارو ان ده المتاح في المكان ده، وان هو بيجمع الاكل ده بدا يستكشف الجزيره كلها. وقال لهم ان هو شاف نباتات كتير غريبه واول مره يشوفها، وفي نفس الوقت شاف نباتات عاديه كانت موجوده في العالم الحقيقي، لكن ما لقيتش اي اثر ليكسير الحياه ولا حتى شبه الرسمه التوضيحيه اللي شوغان اداها لنا. فقال له سينتا اننا لازم ما نركزش قوي مع الرسم التوضيحي لان اكسير الحياه معلوماتنا عنه بسيطه جدا. وقال لهم كمان انه خد باله من نباتات على شكل البشر واللي اتحولوا لزهور، وده معناه ان الزهور لما بتتخلص من شخص بتاخد الشكل بتاعه وبيفضل يكبر لحد ما بيبقى وحش. وقال لهم سينتا ان احنا لازم نركز على التماثيل اللي من الديانات المختلفه زي تماثيل الديانه البوذيه، وبما ان التماثيل دي موجوده هنا معنى كده ان في حد هو اللي عملها، وممكن اكسير الحياه يكون موجود حواليها، وممكن اللي صنع التماثيل هو اللي يدلنا على مكان الاكسير. فقالت له صغيري انه اكيد محدش موجود هنا من البشر لان الحيوانات والحشرات اللي هنا تعتبر من اعداء البشر وقويه جدا وخطيره جدا، حتى لو حد يلاحظ ان اجسامهم عباره عن خليط من عده كائنات لكن معموله على هيئه بشريه لكن مشوهه. فبيقول لهم سينتا انه ممكن تكون كل الوحوش والحشرات دي مجرد روحانيه، وان طبيعه المكان هي اللي صنعتهم عشان يقتلونا. فبترد عليه صغيري وانه اصلا ممكن نكون كلنا ميتين وهي دي الحياه التانيه. وبعدها بيروح غينجي لصغيري وبيقول لها ان هي لازم ترجع
القبيله ولازم تسيب الجزيره دي حالا، وده لان حالتها بقت صعبه جدا وهو خايف عليها تموت هنا، وقال لها ان هو هيشيل المسؤوليه بتاعتها مكانها وانه عارف مهاراتها الاستثنائيه في السيف. لكن الجزيره الوضع مختلف فيها، وانت كبنت المفروض ترجعي القبيله والمفروض تتجوزي الامير اللي هيحكم الفتره الجايه، لازم تعيشي حياه هاديه في القصر. لكن الصراحه طريقته كانت مستفزه، وده بسبب انه شايف ان هي علشان بنت ما تقدرش تكمل في الجزيره، فاتضايقت وقالت له ان ده شغلها وهي مش هتسيبه وتمشي. وفي اللحظه دي اتدخل سينتا وقال لهم ان حتى الجزيره مش خطيره بس من جوه، لكن محاوله انك تخرج منها برضه خطيره، ومش مضمون ان اي حد يحاول يمشي هيقدر يعمل كده. وبعدها بنروح لمشرف اسمه تنزا واللي بيكون بيقدف بالمركب عشان يقدروا يوصلوا الجزيره، وبيقول له نور وغاي انه هيساعده عشان يلاقي اكسير الحياه لانه الوحيد اللي من ضمن المجرمين اللي يستاهل يعيش. لكن بيتفاجئ لما بيوصل على شط الجزيره بيلاقي كل سفن الشغم متدمره وبيظهر عليها كائنات شكلها غريب، وبيخرج تنزا السيف بتاعه، لكن الوحوش دي كانت حساسه لاي شيء بيلمع وبيبداوا يهجموا عليهم. ولما بيكون نور وغاي بيجري بيفتكر ابوه واللي كان بيقول له انه لازم يهرب ويحافظ على سلاله السانكا، لكن رجاله الشغن قبضوا عليه وقالوا انهم هيعدموه، وده بمجرد ما يعرفهم على اماكن باقي قرى سلاله السانكا. وبعد كده جاله تنزا وقال له انت عندك فرصه تفضل عايش بس لو قدرت تجيب اكسير الحياه وانا هروح معاك كمشرف وهساعدك. وبنرجع تاني لما كانوا بيجروا وفجاه بيلاقوا قدامهم كيش ودونو قاعد على الارض والورد بدا يخرج من جسمه وبيحاولوا ينقذوه لكن كان فات الاوان وظهر وحش ضخم وقتله. وبعدها بيحس نور وغاي انه يستاهل الموت وان ده عقاب من ربنا ليه، وده عشان هرب وساب قريته كلها تموت وهيتسبب موته انه سلاله السانكا هتنقرض. لكن فضل تنزا يدافع عنه ويقول له انه لازم يعيش ولازم يلاقي اكسير الحياه وانه لازم يعمل كده عشان يحافظ على سلاله عيلته. فبدا نور وغاي يعيط وقال له انا عايز ارجع الجبل مكان القبيله بتاعتي، فاداله سيف وشاور له على قارب في البحر وقال له احنا لازم نقتل كل الوحوش دي ونروح للقارب ونهرب بيه. وفعلا قدروا يهربوا وبتكون نور وغاي ما عندهاش امل انهم يقدروا يرجعوا تاني، فقال لها ان في قارب وصل للقبيله وكان عليه واحد مصاب بسم الورود، وده معناه ان في طريق لكن صعب نلاقيه، بس برضه مش هنيأس ان احنا ندور عليه. وبنرجع تاني لصغيري وغنجي اللي بيسيبهم ويمشي، لكن بيقول لها انها لازم بكره الصبح تاخد القارب بتاعها وترجع القبيله، وقال لها سينتا انه معاه في الرأي لان الوضع هنا خطر جدا عليكي، وبالرغم اني عاوزك تفضلي موجوده عشان تسيطري على غابيمارو لان احساسي بيقول لي انه بيسمع كلامك وما بيكونش الوحش اللي احنا عارفينه وهو معاكي. وبالليل بتروح تقعد مع غابيمارو واللي بيفضل يطمن عليها بعد الاغماء اللي حصل لها، وبعد ما عرف انها بقت كويسه شكرها لانها كانت سبب كبير في انه يرجع ويبقى هادي وقلل من الاندفاع العشوائي. فقالت له انها ساعات بتقلق منه بسبب قوته، فقال لها ان هي كمان قويه جدا لكن انت اللي مش مقدره قوتك. وتاني يوم بيجي غنجي وبيقول ان الوحوش ما بتظهرش بالليل وده بيكون امان ليهم عشان يناموا براحتهم، وقال لصغيري يلا علشان تمشي، فقالت له انا مقدره خوفك عليا لكن مش هينفع امشي، وقالت له ان هي لو رجعت وعاشت كبنت عاديه هيفضل الناس شايفينها بنت الجلاد اللي قتل الناس، وحتى لما بيشوفوها محاربه بيفضلوا يقولوا الرجاله بس هم اللي المفروض يحاربوا، فلو رجعتي في الوقت ده وفي نص المهمه مش هيبقى لي اي حاجه اعيش علشانها. وفضلت تترجاه ان هو يسيبها في حالها لانها عاوزه تعيش الحياه اللي هي عاوزاها، لكنه زهق منها وبدا يتعصب. لكن بيظهر وحش ضخم وراه وبيضربه وبيحدفه بعيد وبيخبطه في الشجره، وبتروح له صغيري بسرعه وبتقول له انت هتحتاج رعايه طبيه سريعه، فقال لها انه كده كده هيموت ونصحها لاخر مره انها لازم تهرب. قال لها ارجوكي سيب الجزيره وارجعي القبيله بتاعتك. وكان الوحش ده لسه هيقتل صغيري لكن غابيمارو بيتدخل وبيضربه بعيد عنها وما بيكونش عارف اذا كان ده بشر ولا وحش من الجزيره. فقالت له صغيري ان روكوروتا عملاق بيزن والمشرف بتاعه هو ايزن دونو، لكن روكورتا بيقدر يقوم تاني وبيكون غابيمارو ضربه بقوه ومع ذلك قام وقف تاني. فبيفتكر قانون شينوبي رقم 9 واللي بيقول حل القدرات العدو بدقه قبل الهجوم، فعلى طول بيخلع شجره من مكانها وبيحدفها عليه وبيقول لصغيري انها لازم تبعد عن المكان بسرعه لان المكان بقى خطير جدا. وبدأ غابيمارو يهرب منه وده عشان يحاول يعرف مدى قوته وبالذات القبضه بتاعته، وفي نفس الوقت ده بتحاول صغيري انها تنقذ غنجي وبتكون عاوزه توقف النزيف، لكن غنجي بيفضل يقرر انها لازم تهرب من الجزيره وبيقول لها ارجوك اهربي في اسرع وقت. ولما لقاها مصره انها تفضل هنا اداها السيف بتاعه وقال لها لازم تقاتلي روكورتا لانه اكيد قتل ايزن دونو. وبنرجع تاني لغابيمارو واللي بيكون لسه بيفكر هيقتل روكورتا ازاي، فلقى صغيري ظهرت وقطعت صباعه وبيكون كل ده بيحصل ويوز قاعده بتتفرج قاعده فوق الشجره والمزاج عالي وبتقول انها اتحدت مع غابيمارو عشان قوته فلازم هو يتصرف لوحده ويقتل روكورتا، وبيفضلوا يتحدوا مع بعض ويحاولوا يقتلوه وبيكون خطه غابيمارو انه يحاول يشتته وهي تحاول تقتله بالسيف بتاعها لكن مع كل محاوله بتفشل وده بسبب انه شادد اعصابه
تصابه، وبسبب قوه جسمه وضخامته ما بتقدرش سغيري تقتله، وبعدها بتقول انها محتاجاه ينحني وده علشان تقدر تطول راسه. وهم لسه بيفكروا بيفضل يعيط ويتعصب جدا وبيهاجم غابيمارو وبيخلي جسمه كله ينزل دم، فبيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك، وبتكون هي دي الضربه القاضيه اللي هيقتل بيها غابيمارو. لكن بتتحرك سغيري وبتقف قدامه وبتحاول تتشجع عشان تقتله، وبتفضل تهاجمه بكل قوه وبتصد كل ضرباته، وهنا بتبان قوتها الحقيقيه. وبيقول سنتا رغم ان هي رتبتها رقم 12 بس في عشيره يامادا لكنها قويه جدا، ورتبتها قليله عشان هي بنت بس. ولما غنجي بيشوفها من بعيد بالقوه دي بيقول ان هي بتخاف من الوحوش بتاعه القريه، لكن قوتها بتبان فعلا قدام المجرمين. ولما بيقع ريكورتا على الارض بتحاول انها تضربه الضربه القاضيه، لكن بيقوم بسرعه وبيهرب منها، وبيقول لها غابيمارو انه مش بالسهوله دي لكن هو عنده خطه. وبيبدا غابيمارو يستخدم قوه النيمبو عاصفه الصخر، نمط اللهب النسكي، واللي بيخرج من جسمه نار كتير عليها زيوت، وبتقدر تخلي النار تزيد بقوه سريعه. واول ما يوز بتشوفه بيعمل كده بتقرر تهرب من المكان، وسنتا بيهرب معاها، وبتبدا النار تكون في كل مكان، وده اللي بيزود اول اكسيد الكربون السام. وبيبدا ريكورتا يحس انه بيتخنق وبيفضل يكح جامد، والنار حواليه من كل مكان لحد ما بيقع على الارض، وبتكون دي الفرصه الوحيده لسغيري انها تقطع راسه. لكن لما بتقرب منه بيحاول يهجم عليها، لكن غابيمارو بيصد الضربه بتاعته وبيفضل ماسك ايده، وبتاخد سغيري نفس عميق وبتقتله. وبعدها بيقول لها ان بسبب النار دي اغلبيه الوحوش هتيجي ولازم نهرب من هنا بسرعه. وبيكون غنجي في الوقت ده مات، بس مات بعد ما اخيرا شاف سغيري بقوتها الحقيقيه. وبعدها وهما بيهربوا بيلاقوا اغلبيه الوحوش الضخمه رايحه ناحيه النار، فبيستخبوا منهم، وبيقول لها انهم لازم يروحوا نفس الاتجاه اللي جت منه الوحوش لان ده دليلنا الوحيد على الاكسير، وحتى لو خطير فاحنا لازم نلاقي الاكسير. هي مش مقصوده قالش يا جماعه، بس هي الجمله راكبه على بعضها. وفي اخر الطريق بيقابلوا يوز وسنتا اللي سبقوهم في الهروب لحد ما شافوا قريه شينسينكايو الاسطوريه واللي كانوا دايما بيسمعوا عنها. وبعدين بنروح لريهو واخوها واللي بيكونوا في الجزيره بعد ما قتلوا اغلبيه الوحوش، لحد ما بيتفاجئوا بكائنات شبيهه للبشر وشكلهم جميل جدا وعايشين في المكان ده. بنكمل مع غابيمارو وسغيري ويوز وسنتا واللي وصلوا لقريه غريبه واللي بنسبه كبيره الاكسير موجود فيها. وبتتكلم يوز وبتقول لهم ان الاسطوره بتقول ان في كائنات اسمها النساك عايشه في القريه دي. وبعدها بيشوف غابيمارو حد كان بيراقبهم لكن بيهرب بسرعه وبيجري وراها وبيقول لها استني احنا عاوزين نسالك عن حاجه. ولما بيمسكها بيلاقيها طفله صغيره لكن بملامح جميله جدا، لكن فجاه بيظهر وحش عملاق وبيكون مصنوع من خشب الشجر، وساعتها بيواجههم. لكن غابيمارو بيقول لهم انه لازم يجري ورا البنت وهم يحاولوا يواجهوا الوحش ده، لكن سغيري هي كمان جريت وراه وقالت لهم انها ما ينفعش تسيب غابيمارو لوحده لانها المشرفه بتاعته. وبتكون يوز مصدومه وبتقول ان احنا ما اتفقناش على كده، لكن بتلاقي نفسها قدام الامر الواقع فبتقرر توقع النضاره بتاعت سنتا وبتقول له عشان ما تشوفش الخدعه بتاعتي اللي انا هعملها. وبيكمل غابيمارو وسغيري ورا الطفله دي، لكن لما حاول يمسكها ضربته ضربه قويه وما بيكونش قادر يفهم ازاي طفله زي دي عندها القوه دي. ولما حاولت سغيري تقرب منها هجمتها هي كمان، لكن بيظهر غابيمارو وبيصد الضربه بتاعتها، وبعدها بيقرر يهاجمها لانه زهق منها وربطها بحبال في الشجره، لكنه اتفاجئ ان الطفله دي بدات تعيط جامد وما بقتش قادره ترد عليهم من كتر العياط. فقالت له سغير انه لازم ينزلها حالا، وبدات تطبطب عليها وتحضنها وشالتها ورجعوا تاني للوحش. وبيحاولوا كلهم يسالوها عن القريه لكن برضه ما كانتش بترد، لحد ما الوحش قال لهم ان هو هيساعدهم لكن مقابل انهم يرجعوا له الطفله تاني. وكلهم بيتفاجئوا ان هو بيقدر يتكلم وقالوا له بس انت كده ممكن تخدعنا، لكن رد عليهم وبدا يترجاهم انهم يرجعوا له الطفله، وهو ساعتها هيعرفهم كل حاجه في القريه وكمان هيجيب لهم اكل ويعمل لهم كل اللي هم عايزينه، وكمان هيدلهم على مكان اكسير الحياه. وبالفعل وافقوا وبداوا يروحوا معاه للقريه، وبالرغم من ان يوز كانت شاكه فيه وقالت ما ينفعش نثق في حد غريب، لكن غابيمارو بيرد عليها وبيقول لها انهم لازم يسمعوا كلام اي حد بيقول لهم انه عنده معلومات عن اكسير الحياه، لانهم كده كده عايشين هنا واكيد عارفين كل حاجه، بس لو عمل اي حركه غدر هنقتله. لكن لما بيوصلوا القريه بيلاقوها انها شبه مهجوره وكمان الضباب مغطيها، وبيقول لهم الوحش انه هياخدهم على البيت بتاعه، وقال لهم ان القريه ما كانتش كده قبل 1000 سنه، وبعدها بيدخلهم بيته. ولما بيسالوا غابيمارو عن علاقته بالطفله دي رفض يقول له، فرد عليه غابيمارو انا كده كده ما يفرقش معايا اي حاجه، اللي يفرق معايا بس هو اكسير الحياه. وبعد كده جاب لهم الاكل وقعدوا كلهم ياكلوا، لكن ما عدا غابيمارو واللي قال لهم انه مش جاي هنا عشان ياكل وانه محتاج يعرف اي معلومات سريعه عن الاكسير. فبدا يحكي لهم قصه الاسطوره واللي بتحكي عن 3 مناطق. اول منطقه وهي منطقه الشاطئ واللي بيكون اسمها ايشيو، اما المنطقه اللي احنا فيها دي بيكون في منطقه اسمها هوجو. انما اكسير الحياه في الاسطوره هنا اسمه التان وهو موجود في منطقه هواري في الضباب في نص الجزيره. وقال لهم لكن في كائنات عايشه في منطقه هواري واسمهم التنسن، وهم دول الكائنات اللي قدروا يشربوا من اكسير الحياه، وده
اللي خلاهم ما بيموتوش ابدا. وبعدها بنروح لتوما واخوها واللي وصلوا للتنسن وبداوا يحاربوهم، لكن كل ما بيضربوهم بالسيف جسمهم بيبدا يطلع تاني لحد ما التنسن مسكهم ورماهم في حفره كبيره. وبنرجع تاني للوحش وهو بيتكلم وبيقول ان التنسن بياخدوا كل ضحاياهم ويرموهم في حفره كبيره، والحفره دي مليانه زهور واللي بتبدا تتغذى على جثث البشر اللي بتترمي جواها وبتحولهم لزهور عشان يكفروا عن خطيئتهم. وبتتحول الجثث بتاعتهم مع مرور الزمن لإكسير الحياه. وقال لهم ان كده كده كل البشر اللي بيروحوا هناك بيموتوا. فبيتعصب غبيمار ومسك السيف وكان عاوز يقتله وقال له انت كده بتخدعنا عشان نروح نموت. فقال له لا، انا بقول لك الحقيقه كامله، لان فعلا التنسن بيقتل اي بشر يروح هناك. وقال لهم ان اكسير الحياه موجود لانه قدر يستخدمه من 1000 سنه. وقطع ايده واتفاجئوا لما لقوها بتطلع مره تانية، لكن قال لهم ان مصير كل البشر اللي راحوا هناك مجهول لحد النهارده ومفيش حد منهم خرج من الجزيره. وقال لهم ان هو اسمه هوكو والطفله دي اسمها ماي، وانهم عايشين هنا في الجزيره من قرون وعاوزين يكملوا حياتهم في هدوء ومش عاوزين حد يتدخل في حياتهم نهائي. وبعد كده بيتمشى غبيمار وصغيري وبيقول لها ان هم عرفوا معلومات مهمه جدا النهارده، لكن حاسس ان هي ناقصه كأن في حاجه لسه مش عارفينها. وبيفتكر كلام سينتا لما قال ان التنسن دي اساسا مصطلح من ديانه الطاويه. وبعدها بيروحوا البيت وبتلاحظ صغيري ان الطفله جسمها وشعرها متبهدلين وجابت لها اعشاب وخلتها تستحمى ونضفت لها شعرها. ولما بيشوفهم غبيمار بيفتكر مراته لما كانت بتساعده في الحاجات دي، وبعدين افتكر العلامه اللي في وش مراته واللي كانت دايما بتخبيها بشعرها، وكان بيفضل يقول لها ان هي جميله ومش لازم تعمل كده. وبعد كده لقى الطفله الصغيره عندها ندبه زيها وبرضه زعلانه بسببها، فقال لها ان المظاهر مش مهمه ولازم تثقي في نفسك. وصغيري كانت متفاجئه ان الوحش ده بيقدر يقول كلام حلو وبتقول ان هو من ساعه ما جه الجزيره دي وهو بدا يتغير. وبعدها بنروح لتنزا وهو صغير واللي بيكون كل اهالي قريته شايفين انه حساله، شايفين انه ملوش اي لازمه، وبيفضل يحكي انه اتولد في حي فقير وابوه وامه ما كانوش لاقيين ياكلوا. فبعد فتره من الحياه الصعبه اضطر انه يسرق وسرقه ورا التانيه وبقى اشهر حرامي في القريه. ولما كان الناس بتحاول تشتمه وتضايقه بدا ان هو يهاجمهم لحد ما في يوم وهو بيضرب شخص لقى واحد وراه ماسك له سيف وبيهدده بيه. وبعدها بنرجع لتنزا ونوروغاي واللي بيكونوا ماشيين في الجزيره ومش عارفين هم فين ومش عارفين المفروض اصلا يروحوا فين، لحد ما بيتفاجئوا ان في شخص ظهر من السماء وراهم على الشط وقال لهم انا شفت كائنات كتير من السوشم مقتوله، وبيسالهم اذا كانوا هم اللي عملوا كده. فخافوا منه وبداوا يهربوا بسرعه، لكنه جري وراهم وقال لهم ان اللي هم عملوه في الجزيره ده مش طبيعي، وان اكتر حاجه هو بيكرهها في البشر اللي بيجوا هنا انهم بيخربوا الجزيره. وبعدها بيضرب تنزا ضربه قويه وبيخبطوا في الشجره وبيقع على الارض. ولما حاول يضرب نوروغاي بدات تتحرك بسرعه وفضلت تهرب منه لحد ما وصلت لتنزا وقال لها انت حركتك سريعه بالنسبه للبشر. ولما قرب منها عشان يقتلها فقام تنزا بسرعه وضربه بالسيف في وشه، لكنهم اتفاجئوا لما جسمه بدا يتجدد تاني وكأن مفيش حاجه حصلت. فاتفق معاها ان هو هيهجم عليه وهيهربوا مع بعض في اللحظه اللي يقول لها عليها، وبدا يهاجمه بالسيف بتاعه بقوه كبيره لحد ما قدر يقطع ايده الاتنين ورقبته وسابوه مرمي على الارض وفضلوا يجروا بسرعه. لكن اتفاجئوا ان هو وصل لهم تاني وجسمه بيبدا يتجدد تاني، وقبل ما يهجم عليهم بيلاقي سيف اترمى من بعيد وقطع رقبته. ولما بيبصوا وراهم بيلاقوا المعلم شيون واللي بيقول لهم اهربوا بسرعه. وهم بيهربوا بيتكلم تنزا وبيقول رغم ان المعلم كفيف الا انه قوي جدا وهو اللي علمهم مهارات القتال. ولما وصلوا المكان بعيد فضل شيون يضربه بالسيف على دماغه وقال له انت مهاراتك كانت قليله جدا ولسه مهارات الاعدام عندك لسه ضعيفه. فشكروا تنزا عشان ساعدهم وقالوا انه لما يرجع القبيله هيحاول يطور نفسه اكتر من كده. وبيسالوا انت بتعمل ايه هنا لوحدك؟ فقال له ان هو خلص مهمته، لكن لما كان هيركب القارب ويرجع للقبيله حس ان في اصوات غريبه وقرر انه يرجع ويتاكد منها لحد ما لقاهم. وسالوا انت ليه ما خلصتش مهمتك ورجعت على طول؟ وخرج سيفه على نوروغاي وقال له ان الاوامر كانت بتقول ان انت لازم تقتل المجرمين، وده في حاله ان هم لو خالفوا الاوامر، فانت ليه بقى بتحمي المجرمه دي؟ وحكى له انه لما جه الجزيره المجرمه اللي معاه بدات تغويه فعدمها لان ده مخالف للقوانين. وقال له اشرح لي اللي بيحصل بالظبط. فقال له ان البنت دي طفله وكل اللي حصل لها كان غصب عنها وانها فعلا ما تستاهلش الموت. فرد عليه وقال له انت كده بتخالف القانون وانه ممكن بسبب فرض واحد من عشيره يامادا يتسبب في تدميرها. فرد عليه وقال له انت خليتني واحد من العشيره بعد ما كنت مرمي في الشارع وماليش مأوى وعايش على السرقه، وصدقت ان المفروض اخد فرصه تانية وده اللي انا بعمله معاها لانها تستاهل فرصه جديده انها تعيش. فرجع شيون السيف بتاعه وقال له طالما انت مصر على رايك خلاص، لكن لو حصل اي حاجه بتهدد حياتك او مكانك في العشيره لازم تعدمها لان هي دي التعليمات. وبعدها بيظهر قدامهم التنسن اللي هربوا منه وبيقول لهم انتوا ليه بتستهتروا بيا، وعلى طول بياخدهم المعلم شين وبيبعدهم عنه، لكن اول ما بيسيبهم بيلاقوا رقبته بتطلع دم وبيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا اخركم تموتوا وتبقوا تان، والالتان ده هو اكسير الحياه. وفي الوقت ده قرر تنزا يستخدم كل قوته وده علشان يقتله، وبدا يهجم عليه بسرعه كبيره جدا لكن بيقدر انه يتحرك بسرعه والسيف ما لمسهوش اصلا، وفي الاخر ضربه ضربه مميته في بطنه ووقعه على الارض. وبعدها بيفتكر تنزا لما كان صغير
وسأل المعلم شيون انت ليه قررت تساعدني وليه قررت تعلمني مهارة السيف؟ فقال له انا فاضل لي وقت قليل وهموت، فقررت استغل الوقت الباقي من عمري في مساعدة الناس. وبيفتكر وقت ما كان بيفضل يشجعه وانه هيجي عليه يوم من الايام وقدراته كلها هتبان وهيبقى واحد من اعظم محاربين عشيرة يامادا. حتى لما كان بيجي عليه وقت ويقرر انه يبطل تمرين، لحد ما في يوم قابله واحد زميله وخده ووداه القبر وقال له هنا مدفون تشين اخو المعلم شيون، وبدا يحكي له قصتهم وقال له ان تشين كان مهمل زيك كده وما كانش ملتزم بتمارينه، لحد ما في يوم قرر انه يسيب التدريب ويمشي، وقال لشيون انه عاوز يعيش حياته براحته. وبعد فتره كان في اعدام، ولما خرج شيون ينفذ الحكم اتفاجئ ان تشين هو المجرم وما كانش عاوز يقتله، لكن اضطر يعمل كده لانه المنفذ الرئيسي للعشيره. واخر حاجه قالها تشين كان بيتاسف لشيون لانه بعد ما سابه اتحول لمجرم وانتهى بيه الحال بانه اتعدم على ايد اخوه. ومن الوقت ده قرر شيون انه يعلم الشباب الصغيره، وده عشان ما يوصلش الحال بيهم زي اخوه. فقرر تنزل انه يرجع تاني للمعلم ويكمل تدريباته يوم ورا التاني لحد ما بدات مهاراته تتطور وبقى واحد من المحاربين اللي يعتمد عليهم. وبعدها بنرجع تاني للحاضر وبيكون تنزا متعور جامد وحاسس ان صوابعه بارده وصدره بيتحرق، ففهم ان هو بيموت، فقرر انه يحاول يضرب الوحش ده، وده عشان يدي فرصه للمعلم شين ونوروغاي انهم يهربوا. لكن فضل الوحش يضرب فيه بقوه كبيره، وفي نفس الوقت المعلم شيون بياخد نوروغاي وبيهربوا، وبيقدر الوحش انه يقتل تنزا وبيقول عليه انه كان عنيد. وبعدها بنروح لشيون اللي وقف بعد مسافه بعيده، وبتفضل نوروغاي تعيط وبتقول له ما كانش ينفع نسيبه، فقال لها انه ضحى بحياته علشاننا وما ينفعش نضيع ده، واحنا مش هنقدر نقتل الوحش ده دلوقتي، ولو كنا فضلنا هناك كنا اتقتلنا كلنا. ووعدها انه هيخلي الوحش ده يدفع الثمن. وبنرجع تاني لسينتا وبيقول ان في الغاز كتيره هو مش فاهمها، وبيفضل يحاول يجمع معلومات كتير عن الاسطوره، برضه مش لاقي اي حل انهم ياخدوا اكسير الحياه من غير ما يواجهوا التنسن. وبيسيب غابيمارو اللي زهق وبيقرر انه ما يستناش على حل الالغاز، وقرر انه يروح يستكشف المكان بنفسه، وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لمنطقه هواري واللي بيكون الضباب فيها كتير جدا لدرجه انه ما بيبقاش شايف على مسافات بعيده، لحد ما بيوصل لمنطقه فيها اشجار نفس شكل هوكو، لكن بيستغرب ان هي ما بتهاجموش او حتى بتتحرك من مكانها. وبيفتكر كلام سينتا لما قال له انه خطر جدا نقرب من اي حاجه من غير ما نحدد خطورتها، لكنه بيفتكر مراته وبيقول ان هي اكيد مستنياني، ولو انا مشيت من هنا من غير الاكسير هيتم اعدامي، فانا ما قداميش خيار تاني، لازم امشي لقدام واجيب الاكسير. وبيفضل يجري لحد ما بيقابل بوابه ضخمه وبيتوقع ان هي بوابه شينسينكيو، وبيقول انه لازم يدخل ويدور على الاكسير، لكن بيتفاجئ بان نفس الوحش اللي قتل تنزا واقف وراه، واول ما بيشوفه بيقول ان هو شبه البشر، لكن كأن في حاجه غريبه. والوحش ده زهق وقعد على الارض وقال له هو انتم ليه ما بتجوش غير في الورديه بتاعتي؟ انا لسه قاتل ناس منكم من شويه. ففهم غابيمارو ان هم دول اللي بيستخدموا جثث البشر عشان يحولوهم لاكسير، وبدا يهاجمه، لكن غابيمارو بيقدر يضربه اكتر من ضربه، لكن بيتفاجئ انه بيقدر يتجدد تاني، وكمان بيلاقيه اسرع واقوى، وبدا يهاجمه مره تانيه وبيستخدم قوه نار النسوكي عشان يقتله، وبيقدر فعلا يولع في جسمه كله، لكن بعد دقايق بيلاقيه قام تاني وهجم عليه وبدا جسمه يرجع زي ما كان، وقال له انتوا البشر دايما متعبين، لكن انت باين عليك قوي جدا وما شفتش حد زيك من قرون. وبدأ يستخدم قوته السحرية بيضربه بقوة كبيرة وبيفضل يصدها لكن ما بيكونش قادر يستحمل، فقرر انه لازم يهجم عليه او هيموت في مكانه، وقال انه هيهجم عليه من غير خطة، ولو هو بيقدر يتجدد تاني فانا هفضل اضرب فيه لحد ما يقدرش يوصل لمرحلة التجديد مرة تانية. وبعدها مواجهة قوية جدا بينهم وبيقع الوحش على الارض وبيسأله غابيمارو فين الاكسير؟ انا عارف ان انت لسه ما متش. فالوحش بيضحك وبيبدأ يخرج من جسمه مجموعة من الورود وبيتحول لوردة كبيرة جدا وبتبدأ تتفتح وبتبدأ تهجم عليه بصعقات كهربية، وما بيكونش قادر غابيمارو يدافع عن نفسه اكتر من كده لحد ما بتشيله من على الارض وبتحاول تعصر جسمه بكل قوتها. لكن في الوقت ده افتكر قانون شينوبي رقم 20 واللي لو انت بتواجه الموت جمع اللي اتبقى من حياتك وسبب اكبر ضرر لعدوك قبل ما تموت. وفعلا بيستخدم كل قوته الباقيه وبيستخدم لهب النار النسكي، وده عشان يقدر يقطع الدراعات اللي ماسكاها بالنار، وبيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك تاني، وبتكون هي دي الضربه القاضيه عشان يموت. لكن فجاه بتظهر مي وبتستخدم قوتها وبتعمل درع حمايه عليهم هما الاتنين، ولما الوحش بيضرب الصعقه الكهربيه الاخيره بتوقعهم من فوق الجسر، لكن وهم في الدرع والواقي بتاع مي. وبعدها بنرجع لصغيري واللي بتفضل تلوم سينتا انه ساب غابيمارو يمشي لوحده وحاليا ما يعرفوش مكانه، وقالت له ان احنا لازم نروح هواري، لازم نروح هناك وندور عليه، لكن يوز قالت انهم مش مضطرين يروحوا المكان الخطير ده عشان كده هو راح بمزاجه، فبيقاطعهم هوكو وانهم لو عايزين يروحوا لهناك هيروح معاهم. وبعدها بيقول لهم ان من 1000 سنه كل القرى اللي كانت موجوده كانوا بشر وانا واحد منهم، وبيتفاجئوا كلهم لما بيعرفوا ان هو كان واحد منهم، وبدا يحكي لهم ان جسمه بدا يتحول لشجره واحده واحده، وبعدها دخلوا جزيره الشجر المتحول وبيقرب من شجره وبيقول لهم ان دي كانت بنته وكانت اول المتحولين من عيلته، وقال لهم انه مع الوقت هيموت وهيتحجز زيهم. وبنرجع لغابيمارو
غابيمارو، واللي بيفوق بيلاقي مي نايمه جنبه، وبيقول انه مش مصدق ان الطفله دي هي اللي انقذته، وبيرجع يفتكر الوحش اللي كان بيهاجمه، وبيقول اكيد في طريقه عشان اقتله بيها، لكن مش هعرف لوحدي، لازم صغيري ويوزي يساعدوني. وفي الوقت ده لقى طاميه مع المشرف بتاعه وبيقول له انت شكلك تعبان جدا وجه وقت موتك. بنرجع نكمل قصه غابيمارو، واللي في اخر مره كان بيواجه الوحش جورجين، واللي بيكون واحد من السبعه الخالدين من التنسن، وكان خلاص هيموت لولا تدخل مي، واللي انقذته عن طريق الدرع اللي عملته حواليهم. وبعدها لما بيفوق بيلاقي قدامه طاميه والمشرف بتاعه فلانيمون، وبيكون طاميه عاوز يقتله، وده عشان يخلص من واحد من المجرمين العشره ويقرب فرصته انه يكسب العفو، لكنه عارف ان غابيمارو حتى لو مصاب فهو قوي جدا. وبيتدخل فلانيمون وبيقول لهم احنا محتاجين معلومات مش اكتر، ومش لازم نواجه بعض، وطلب من غابيمارو انه يقول لهم كل المعلومات اللي هو عارفها، وبدا يحكي لهم عن التنسن اللي واجهه وقوته الخارقه اللي بتخليه ما بيموتش، وكمان اعضائه اللي بتتجدد، وبيبداوا يخافوا من اللي هم سامعينه، لحد ما بيقول لهم انه عاوزهم يكونوا معاه حلفاء ضد التنسن. فبيوافق طاميه، وده عشان بتكون نيته مش العفو، لكن نيته انه يشرب اكسير الحياه، وده عشان محدش يقدر يهدده بالموت تاني. وبعدها بيتفاجئوا ان مي قدرت تفوق، لكن بدا جسمها يكبر وبقت بنت كبيره، وبيقرب منها غابيمارو وبيشكرها على انقاذ حياته، وقال لها انه محتاج مساعدتها عشان يهزم التنسن. وفي نفس الوقت بيكون سينتا راجع كل الكتب اللي معاه، ووصل ان سبب شكل الجزيره المشوه والمدمج مش اكتر من تقاليد ديانه مختلفه، وهو شخص واحد بس واسمه مورو، وهو اللي اخترع دين جديد من فتره كبيره، وده علشان يقضي بيه على الشغن. وقال لهم ان المكان ده من صنع البشر، بشر قدروا يستخدموا قوتهم الخارقه ويسيطروا عليه. فقالت لهم يوزي ان اكيد دلوقتي غابيمارو ومي ماتوا، وانها متاكده انه لسه عايش، لانها عارفه انه مستحيل يستسلم، واكيد بيدور على خطه عشان يلاقي الاكسير، وده لانه عايز يرجع لمراته، واللي بيسال مي عن الطريقه اللي ممكن يهزم بيها التنسن، فبتبدا تقول كلمه تاو، وما بيكونوش فاهمين اساسا ايه ده. لكن لما بنرجع لهوكو واللي بيقول لهم ان التاو هي القوه اللي بتغذي اجسام التنسن وبتجددها، وبعدها بنروح للمعلم شين ونوروغاي، واللي بتفضل تعيط وبتترجاه انه يعلمها فنون القتال، وده عشان مش هتستحمل تشوف حد تاني بيموت قدامها، بس هو قال لها ان التعليم هياخد وقت طويل، وهو لازم ينتقم لتنزا في اسرع وقت. لكن بيتفاجئوا ان في وحوش ظهرت وراهم، وبيبدا المعلم شيون يقتلهم، لكن هو بيشرح لنوروغاي الطريقه الصحيحه لمسك السيف، والطريقه الصحيحه عشان ما تتعبش بسرعه، وعلى طول بدات تنضم ليه وتقاتل معاه، لكن بيفضل عارف انهم بيقدروا يقتلوا الوحوش دي، لكن التنتن صعب جدا. وفي نفس الوقت بتظهر مجموعه تانية من الوحوش، بتظهر قدام غابيمارو وتاميا، فشال مي على كتفه وقال لها علميني طريقه التاو، واحنا قدامنا معركه نقدر نطبق فيها اللي اتعلمناه. ولما بنروح لحفره الزهور بنتفاجئ ان اخوها توما لسه عايش، وشالها على ظهره وخرج بيها من الحفره، وقال لها لازم نرجع نقتل التنسن، فقالت له ان الاحسن ليهم يهربوا من المكان ده، فقال لها لا احنا لازم نقتلهم وناخد الاكسير، فقالت له طيب نستريح ونحاول نلاقي خطه، فقال لها لا هنقدر نهزمهم من غير خطه، لاني خلاص عرفت نقطه ضعفهم، وقال لها انهم شبه النباتات، يعني نقطه ضعفها الجذور مش الراس زي البشر، وعشان كده لازم نستهدف الجزء السفلي من جسمهم. لكن فجاه بيظهر وراهم شخص غريب، شخص من نفس فصيله هوكو، لكن لسه نص انسان ونص شجره، وقال لهم ان هو من الدوشي، واللي بيتعلموا طول حياتهم في القصر الملكي بتاع التنسن، وبنفضل طول حياتنا نعمل لهم اللي هم عاوزينه، وبيقول لهم لازم ترجعوا الحفره تاني وتتحولوا لتان، لكن بيتضايق وبيهجم عليه وبيخلع دراعه، فبيقول له انت قوي جدا بالنسبه لاي بشري، لكن انا مضطر اتعامل معاك بالقوه، وبيلاقوا دراعه بيتجدد تاني، وكمان بيظهر وراه مجموعه كبيره من الوحوش، فقال لتوما انها تتعامل مع الوحوش دي وهو هيتعامل مع الدوشي، وفعلا بداوا المعركه، لكن بسبب انه مجهد وتعبان قدر الدوشي انه يضربه اكتر من ضربه وقعه على الارض، وبيقرب منه وبيقرر يقتله، وبيكون توما خايف على اخوه وقرر يرجع ينقذه، لكن بيتفاجئ انه قام وضرب الدوشي، واللي بيتفاجئ ان الجرح اللي على رقبته اتعالج واتجدد تاني، وقال له انت اتحدت مع التو وانت في الحفره، فقال له انا مش عارف ايه اللي بيحصل بس حاسس بقوه كبيره في جسمي، وبدا الدوشي يهاجمه بقوه التاو الخفيه، لكن قدر انه يشوفها ويتفاداها، وبيلاحظ الدوشي ان التاو بدا يظهر على جسمه وكمان بيتجدد بسرعه، فبيخاف وبيدور على الوحوش عشان تساعده، لكن توما بيفاجئه وبيقول له انه قتلهم كلهم، فبيبقى عاوز يهرب، لكن بيقدر يستخدم قوه التاو بعد ما ظهرت على ايده، وضربه ضربه قويه في اخر جزء من بطنه وقعه على الارض، وبدا يشوف التاو بتاعت الدوشي وهي بتتلاشى، وبيعرف هنا انه كده بيموت، فبيقرب منه وبيقول له انا لسه عندي اسئله كتير، وبيقول لتوما ساعدني عشان نربطه، ورغم ان توما مبسوط ان اخوه بخير لكن حاسس ان في حاجه غريبه. وبنرجع تاني لطاميا واللي بيفضل يموت في الوحوش عشان يوري مي قوته ويقنعها انها تعلمه يستخدم التاو، لكن بتفضل تقرر انه مش قوي كفايه، لحد ما بيظهر فجاه دوشي مقنع وبيضرب تاميا وبياخد مي على كتفه وبينزلها على الارض، وبيقول لها كويس اني لقيتك، احنا بندور عليكي من فتره كبيره، وبيترجاها ترجع معاهم القصر، وبالرغم ان غابيمارو مش فاهم اي حاجه
الا انه قرر يقف قدامهم ويدافع عنها. والدوشي المكنع بيستغرب وبيقول له انها من التنسين اكل البشر، فليه بتدافع عنها؟ فافتكر غابيمارو لما انقذته من فوق التل وقال له اكيد هساعد شخص ساعدني قبل كده، وسالهم انتوا عاوزينها ليه؟ فبدا يحكي له القصه من الاول، وان مي كانت مع التنسين في القصر لكن قوتها كانت اضعف منهم، فرين سانا ضربها وكان هيقتلها لكنه قرر في الاخر يسيب القرار في ايدنا، اما نقتلها واما نخليها معانا في التدريبات، لان في نوع من التاو بيحتاج مشاركه. فسالوا ايه هو التاو؟ فرد عليه وانها قوه خفيه بتكون كده زي الظل حوالين الاجسام، ومع التدريبات بنقدر نستخدمها، والبشر هم اضعف ناس يقدروا يستخدموها. لكن غابيمارو بعد كل ده قال له مش هينفع ياخدها لان واضح انها مش عايزه تروح معاكو. فتعصب الدوشي وقال له ان ده مش قرارك، وظهر واحد من مساعدينه وشكلهم كده هياخدوها بالقوه، لكن قرر تاميا انه يهاجمهم، لكن بداوا يضربوه بقوه التاو. فقال له غابيمارو انه لازم يتراجع ويخلي باله، لحد ما فجاه بدات تظهر حواليهم مجموعه حشرات كتيره جدا، وبيعرف تاميا ان هي دي الحشرات اللي سببت له قطع ايده، وبيفهم ان الدوشي دول هم اسياد الحشرات، فقرر انه لازم ينتقم منهم. لكن بداوا يهجموا عليهم، وبدا غابيمارو يستخدم قوه اللهب النوسوكي، وبدات المعركه بينهم، وكان تاميا بيحاول يتفادى الحشرات باي طريقه، لكن غابيمارو كان بيحرقهم باللهب، وما كانش الدوشي عارفين يهاجموه في الوقت ده، وده خوفا بس عشان ما يسيبوش ماي، واللي قربت منه ومسكت ايده، وبدا مشرف تاميا يشرح له وبيقول له انه فهم من كلامها انه لازم يحاول يهدي عقله، وده علشان يقدر يشوف التاو، ولازم يجمع بين قوته الجسديه وهدوء عقله لاعلى درجه. وفعلا بعد لحظات بدا يلاحظ ظل ابيض حوالين جسمهم، وبعدها سابها وراح يهاجمهم، وبدا يشوف التاو بتاعتهم وقدر يتفاداها، وبيكونوا مبهورين انه قدر يفهم في الوقت القليل ده. فبيقول لهم تاميا ان ده بسبب التدريب اللي كان بيعمله هو في اكاديميه قبيلته، تدريبات صعبه وقويه جدا لدرجه ممكن تخلي الانسان يفقد هويته، وبيفضل غابيمارو يقرب منهم واحد ورا التاني ويقتلهم، وبقى كمان يتوقع ضرباتهم واتجاهها، وده طبعا عن طريق التاو بتاعتهم، لحد ما قدر يوصل لجسم الدوشي وضربه ووقعه على الارض، وقال له كده انت مالكش فرصه للنجاه. فقرر يقول لهم كل حاجه، وقال لهم انه واحد من ضمن 3 وظيفتهم يقتلوا البشر، وقال له ان التنسين قالوا لهم ان البشر جايين المره دي اقوى من غيرهم بكتير، ولو ما قدرناش نوقفهم هتكون الجزيره كلها في خطر. وقال له واضح انهم كانوا عندهم حق، لكن بيكون في نفس الوقت بيخدع غابيمارو وعايز يهاجمه بالحشرات من ظهره، لكن في اللحظه الاخيره اتدخل تاميا وقتله، ولف غابيمارو بسرعه وقتل الحشرات باللهب النوسوكي. وبعدها بنروح لهوكو واللي بياخد ساغيري وسنتا ويوز لقصر هواري، واللي اول ما بيدخلوا بيتفاجئوا بالتماثيل الذهبيه، تماثيل ذهب في كل مكان، لكن فجاه بيلاقوا راس هوكو وقعت على الارض، وبيشوفوا اول واحد من التنسين، وبيكون هوكو لسه قادر يتكلم، وبيقول لهم انه واحد من التنسين واسمه فوكو، وبيقول انه عاوز بعد ما يموت روحه تيجي هواري. فقال لهم فوكو انتوا اول بشر يوصلوا للقصر ده من 1000 سنه، وفكره الارواح اللي بتسكن هواري دي اساسا كذبه، احنا اللي اخترعناها عشان نحافظ على النظام في الجزيره. وبعدها بيظهر مجموعه من البشر المتحولين، وبعدها بيمسكوا يوز بعد ما حاولت تهرب، وبيقول لهم ان كل البشر اللي بيجوا هنا هم مجرد فيران تجارب، اما البشر القليلين في القدرات بنخليهم مجرد جنود عشان يكملوا فتره الاختبار، انما البشر اللي زيكم واللي بيكون عندهم قدرات خاصه دول بنستخدمهم عشان نعمل منهم اكسير الحياه. وقال لهم ان اكسير الحياه ما ينفعش تاخدوه انتوا لانه هيحولكم لشجر، لكن هو ينفع لينا احنا عشان بيزود قوتنا، فاكسير الحياه الخالد اللي انتوا بتدوروا عليه مش موجود في الجزيره، وكل البشر اللي جم قبلكم كانوا بيدوروا على نفس الحاجه لكن للاسف مش موجود. وبعدها بيقول لهم انه مش مهتم باي حد فيكو الا يوز، بسبب ان التاو بتاعتها قويه جدا وممكن يعمل منها اكسير حياه مميز، ولما حاولت ساغيري ان هي تواجهه ضربها ضربه قويه وخرجها بره القصر، وبعدها بدا يقرب من يوز، لكن قدرت انها تقرب منه وتقطع رقبته، وبتكون مفكره ان هو كده مات، وقالت لهم يلا نهرب، لكن بيتفاجئوا ان جسمه بيتجدد مره تانية. وفي الوقت ده قرر سنتا ان هو يواجهه، وقال له عشان تاخد يوز لازم تواجهني الاول لان انا المشرف بتاعها ودي شغلتي. فقال له انت مش قوي كفايه عشان تكون ند ليا، لكن في الوقت ده قدرت يوز تاخد علاج، وبدا يخرج من جسمها خيوط ولفت بيهم فوق وقطعت نص جسمه، لكن على طول بيبدا جسمه ينمو مره تانية. وفي الوقت ده ساغيري بتسال هوكو وان لو التنسين ليهم نقطه ضعف، فقال لها ان قوتهم كلها بتكون عباره عن مصدر للتاو اللي موجود في اسفل بطنهم وهو اللي بيمدهم بالطاقه، والاسطوره بتقول انه لو اتقطع هيفقد قوته كلها. وفي الوقت ده قررت ساغيري تهاجمه، لكن كان شايف التاو بتاعتها ضعيفه ومش هتاثر فيه، لكن لما قربت منه وجرحته في بطنه وقريب من مصدر التاو ضحك وقال لها معلش عشان تعملي اللي في دماغك لازم يكون عندك قوه تاو كبيره جدا. فقالت له انا لما قربت منك حسيت بحاجه غريبه، وفي ثانيه قوه التاو بتاعتها بقت قويه جدا وضربته ضربه قويه جدا لدرجه انه هرب منها، وبعدها وقفوا قصاده هما الثلاثه وده عشان يتجمعوا يقتلوه، لكن فجاه اختفى من قدامهم، وبعدين ظهروا قدام ساغيري، لكن قبل ما يضربها قدرت يوز انها تلحقه بالحبال بتاعتها، وفي اللحظه دي قال لرجالته انهم يقتلوا يوز، لكن سنتا اتدخل وقتلهم، فاضطر فوكو انه يقطع ايده من الحبال ويخلي جسمه يخرج ايد جديده وده عشان يضرب بيها يوز، لكن بسرعه اتحركت من مكانها وخلت الضربه تيجي في سنتا،
بتاعتها، وبعدها بدأوا يضربوه بشكل جماعي لحد ما قدروا يقطعوا جسمه كله. لكن قبل ما ساغيري تقتله بيقدر ان هو يطير في الجو وجسمه بيرجع زي ما كان، وبعدين بيضربهم بقوته الخارقة، بيضربهم بأسهم كتير من السما فبيهربوا منها وبيستخبوا، لكن ما عدا سينتا واللي بيتصاب منها. وبعدها بتتكلم ساغيري وانهم مالهمش اي امل قصاد الوحش ده، فقالت لها انت قلتي هو مجرد وحش، واكيد اي وحش ليه طريقة ان هو يموت، والتو بتاعك ممكن تبقى اقوى في اي لحظة وممكن تقدري تقتليه، فانا ههاجمه ولما اديك الاشارة تهجمي عليه وتقتليه. وبعدها بتخرج يوز وبتستخدم الحبال بتاعتها وبتمسكه من رجله، فبيحدف عليها قذايف نارية فبتفضل ماسكة الحبل وما بتتحركش، وكل القذايف بتيجي فيها، لكن بعدها بتشده وبتوقعه على الارض وبتقول لساغيري يلا دلوقتي. ولما راحت تهجم عليه بدأ يضحك وبيقول لها انت بتستهزئي بيا، لكن بيتفاجئ ان سينتا ضربه بالسيف من ظهره ومسكه من رقبته وخلاه ما يعرفش يتحرك، وبتقرب منه ساغيري وبتديله الضربة القاضية وبيقع على الارض وما بيتحركش، وبيقول سينتا اخيرا قتلنا واحد فيهم، بس المشكلة ان لسه في 6 غيره. انما مشكلة ساغيري بتكون ان اكسير الحياة مش موجود فعلا، وكل اللي حصل ده هيكون على الفاضي، وشايفة انهم حتى لو قدروا يخرجوا من الجزيرة غابيمارو مش هيكون له فرصة يعيش ولا يرجع لمراته. وبعدها بيقعد سينتا مع ساغيري وبيحكي لها قصته، وان من وهو صغير كان نفسه يطلع فنان، لكن بسبب تدريباته في عشيرة يامادا اضطر ان هو يكون جلاد، وكان بيكره جدا ان هو يقتل الناس، بس كان دايما بيلاقي مبرر للقتل، وعشان كده كان فاهم جدا على اغلبية الديانات، وقال لها انه معجب بيوز بسبب انها حرة وقدرت تعمل اللي هي عاوزاه، وهي اللي قدرت تكتشف اني كنت بكدب على نفسي طول حياتي. ولما بنروح لغابيمارو بيكون بعد ما خلص معركته مع الدوشي بيتعب جدا وبيقع على الارض، انما يوز بتلاقي مجموعة من الزهور في نص الطريق، ولما بتحاول تقرب من زهرة منهم بتهجم عليها، لكن بيقف سينتا قدامها وبتيجي فيه وبيبدأ جسمه كله يخرج ورد، وبيلاقوا ان الزهور الكبيرة بدأت تكبر لحد ما خرج منها وحشين وبدأوا يهجموا عليهم، لحد ما ظهر المعلم شيون وقطع كل الزهور قبل ما تيجي فيهم. وبعدها بيكلم نوروغاي وبيقول لها انت لازم تقطعي كل الورود اللي طلعت على سينتا وتاخديهم بسرعة وتهربي من المكان، وهو هيواجه الوحش لوحده. وفعلا هربوا كلهم لكن وقفوا بعيد وكانوا خايفين عليه، لكن نوروغاي طمنتهم وقالت لهم انه قوي جدا والتاو بتاعته قريبة من تاو الوحش، وانه قدر يهزم مخلوقات كتير وهم جايين في الطريق، وبيفضل شوين يهاجم الوحش لحد ما قدروا انه يوقعه على الارض، وبيكون مفكر انه انتصر، لكن بيتفاجئ ان جسمه بدأ يطلع عليه ورد، والوحش بدأ يقوم تاني وفضل يضحك وقال له ان حتى الخدوش بتقدر تدخل السم جوه جسمك، فبيضطر يقطع جسمه بالسيف وفي كل الاماكن اللي خرج منها الورد، وقال له ان هو مش هيتحول وانه حتى لو هيموت فهو هيموت بشرف. لكن في الوقت ده ساغيري قررت ان هي لازم تساعده، وبتقول لها نوروغاي انه خطير جدا تساعديه، انت شكلك تعبانه، وحضنتها ونقلت قوه التاو بتاعتها وبدات تحس ان هي اتحسنت، وقالت لهم يوز ان هي مش هتقدر تنضم ليهم، وده عشان هي فقدت كل قوتها. ولما بيقربوا من الوحش بيقول لهم شيون انتوا ايه اللي جابكم، لازم ترجعوا بسرعه. فقالت له ساغيري ان هي عارفه نقطه ضعفه واللي بيكون في اخر بطنه، ولو قدرنا نقطعها هيموت على طول، لكنه قال لها ان هما 2 ولازم نضربهم في نفس الوقت. وقالت له ان هي ونوروغاي خلوا يوز تحط على جسمهم مخاط، وده عشان يقدروا يتفادوا الخدوش من الوحش، واتفقوا انهم يهجموا عليه من قدام وهو يستغل الفرصه ويقتلهم هما الاتنين من الظهر. وبتبدا فعلا خطتهم، لكن بتكون صعبه جدا قدام الوحش واللي بيفضل يهاجمهم من كل الاتجاهات، لكن بيقدروا يوقعوه على الارض. ولما بيحاول شينو ينفذ خطته بيلاقيه رجع وقف تاني، لكن قدرت ساغيري ونوروغاي انهم يثبتوه ايدين الاتنين، وبيشق المعلم طريقه لحد ما وصل لجسمهم، لكن بيتفاجئ ان يوز جايه وهي شايله سينتا، واللي بيقول له ان نقطه ضعفه مش في بطنه انما في كوره النبته اللي ورا ظهره، وبيكون عارف المعلومه دي من تشريح النباتات، لان الوحش ده اساسا نبات مش بشر، وعلى طول بيوقع شيون كوره النبته زي ما سينتا قال له، وقدروا انه يقتله. واخر حاجه الوحش قالها انه معجب جدا بقوه شيون والتاو بتاعته، وبعدين انفجر. وبعدين بيكون المعلم شيون وسينتا تعبانين جدا، وبتقول ساغيري ان هي لازم تاخد جرعه الدواء من يوز، لكنها رفضت تديهم الجرعه كامله، وقالت لها كده كده سينتا ما عندوش اي امل انه يعيش، وبتقرب منه وبتقول له في لحظاتك الاخيره لازم تقعد تتخيل الحياه اللي كان نفسك تعيشها. وفضلت ساغيري تعيط علشانه، وقالت لهم مش مهم مين فينا مجرم ومين جلاد، لكن لازم كلنا نتحد عشان نخرج من هنا احياء. وبعدين بنروح لغابيمارو، واللي بيصحى بيلاقي نفسه في كهف، لكن غابيمارو ما بيكونش فاكر اي حاجه، انما ساغيري والباقي راحوا المكان مهجور عشان يستخبوا فيه، وده لحد ما يستريحوا. وبيقول لهم المعلم شوينو انهم لازم يركزوا الفتره الجايه عشان يقدروا يخرجوا من هنا. فقالت له ساغيري ان التنسين قالوا ان مفيش اكسير الحياه هنا، رغم ان غابيمارو قال ان شيخ القريه بتاعته كان خالد، وده بعد ما شرب اكسير الحياه هنا، فالمفروض نصدق مين؟ وفي نفس الوقت كل المجرمين ما يقدروش يرجعوا القبيله من غير اكسير الحياه، يا اما هيتعدموا. فبيقول لهم ان قوه التاو خطر، واستخدامها ممكن يؤدي لضعف القوه عموما او ضعف الذاكره وهلاوس، وكمان ممكن توصل للموت. وبعدها بتقول لها يوز ان احنا ممكن ما نصدقش غابيمارو، لان اصلا ممكن مراته اللي هو عايز يرجع لها ما يكونش ليها وجود، زي ما شيخ قريته اللي بيحكي عنه ما يكونش موجود،
وبنرجع لغابي مارو واللي بيكون نسي كل حاجة، حتى مش فاهم هو هنا ليه ومين التلاتة اللي قاعدين قدامه دول وبيعملوا ايه. وبعدها بتكون سغيري قاعدة لوحدها بالليل لحد ما بيجي لها المعلم شيون وبيسألها بتفكري في ايه، فقالت له ان هي لسه بتفكر في غابي مارو وما بتكونش عارفة مشاعرها ناحيته، وبتفضل تفكر في كلام يوز وانه ممكن يكون كل اللي بيحفزه ده اصلا وهمي وممكن اساسا ما يكونش متجوز، لكن عقله بيخدعه. والموضوع بالشكل ده محزن جدا، خصوصا انه هيفضل يعافر مع الموت علشان واحدة ملهاش وجود اساسا. وبكده نبقى وصلنا للنهاية. مش عارف هما بيهزروا ولا بيتكلموا بجد، بس ده معناه ان في موسم تاني للحكايه، وعن نفسي متحمس جدا ان اشوفه، واكيد برضه انت متحمس زيي. فيلا انت مستني ايه؟ انزل تحت اتاكد انك مشترك في القناه، وتاكد كمان انك مفعل زر الاشعارات، وده عشان تكون اول واحد يشوف اي فيديو جديد ينزل على القناه ان شاء الله. وطبعا مش هننسى اهم حاجه، اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.